الراجل ده وهو داخل الشركة اللي بيشتغل فيها لقى شنطة فيها فلوس، فأخد الشنطة دي ودخل على الشركة. في الوقت ده صاحب الشركة جاله تليفون، واحد من الموظفين اللي عنده قال له إن مصاريف مدرسة ولاده كلها ضاعت منه، فقال له اطمن ما تقلقش أكيد هلاقي لك الشنطة. وخرج المدير وسأل كل الموظفين حد فيكم لقى شنطة لونها برتقاني فيها 10,000 يوان؟ كلهم ردوا قالوا ما شفناش حاجة. الموظف اللي لقى الشنطة دخل فقال له سيادة المدير أنا لقيت الشنطة دي ولقيت فيها 9,000 يوان. الموظفين كلهم اتفاجئوا بالرقم، فقرر إن هو يحط له ال1000 يوان اللي ناقصين، كلمه وقال له تعالى خد شنطتك. فالراجل صاحب الشنطة جه عشان ياخد شنطته، فصاحب الشركة قال له ها ال10,000 كلهم موجودين؟ قال له 10؟ لا أنا كل اللي كان معايا 9. قال له بس دول 156. هنا المدير فهم ان الموظفين كل واحد فيهم اتسحب ودخل عشان يحط مبلغ لغايه لما كونوا له مبلغ كبير. جميل جدا ان الناس كلها تبقى قلبها على بعض وتحاول تساعد بعض. متنساش لايك.